ونروح للستينات تاني في المركز ال11 مع أحد أقوى أفلام المغامرات والحروب The Dirty Dozen اللي عرض في 1967 وفاز ب4 جوائز منها جائزة أوسكار، وترشح ل9 تانيين منها 3 أوسكار وواحدة جولدن جلوب، وعمل إيرادات عدت 45 مليون بينما ميزانيته قرب 5 مليون بس. وغالبا سبب تقدمه على الأفلام اللي فاتت بالرغم إنه مش قد كده في الجوائز هو قصته الغريبة والقوية، بحيث أن الفيلم بيتكلم عن ضابط كبير كلف بمهمة خطيرة هتتنفذ خلف خطوط العدو في فرنسا أيام ما كانت محتلة من النازيين، وقرر صاحبنا إنه ينفذ المهمة بطريقة مختلفة بحيث إنه هيشوف كام واحد محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد علشان يدربهم يقوموا بالعملية، وفعلا هيطلع أبرز المجرمين وهيخليهم يبنوا مكان إقامتهم وتدريبهم، وهيزرع فيهم المسؤولية تجاه الوطن والكلام ده علشان في النهاية ينطلقوا في المهمة الخطرة اللي هيدخلوا مكان فيه كبار الضباط النازيين ويقتلوا أكبر قدر ممكن منهم علشان يضعفوا بده الجيش النازي. قصة اتهرست في أفلام كتيرة بعد كده أبرزهم اللي هنشوفه في المركز اللي جاي، والفيلم فيه مواقف كوميدية كتيرة. هو الفيلم يعتبر كوميدي أصلا بحيث إن صاحبنا هيتعامل مع مجرمين صيع فهيصيعوا عليه ويستظرفوا والجو ده، يعني الفيلم لذيذ في المجمل بس للأسف فيه مشاهد عري أو هي رسومات مش مشاهد ناس، فوجب التنويه.